هو ايه فايدة التفاضل ولا التكامل؟ يعني انا يطلع عيني في الثانوية ولا في الكلية علشان حل مسائل ما بتخلصش، عشان ايه يعني؟ عشان نفهم فايدتهم تعالى نتخيل ان انا عندي مصنع اقلام والانتاج بتاعه في اول يوم هو 10000 قلم وفي الثاني 11000 وفي الثالث 9000 وهكذا. لو سألتك ايه التغير في الانتاج ما بين اليوم الاول والثاني هتقول لي على طول موجب 1000، وده لان انتاج المصنع زاد 1000 قلم. ولو سألتك ايه التغير في الانتاج ما بين الثاني والثالث هتقول لي ناقص 2000، لان انتاج المصنع قل ب 2000 قلم. ولو قلت لك بقى طيب هو انتاج المصنع الكلي على اول اسبوع كام، هتروح مجمع الارقام ومطلع النتيجه. انما بقى لو تخيلنا ان انا عندي خرطوم ميه عمال يطلع ميه وكميه الميه عماله تزيد وتقل، وسالتك هو ايه التغير في الميه او ايه مجموع الميه اللي طلعت، هتقولي ما اعرفش، ما انا اكيد مش هعرف اعد الميه. وعلشان كده كان لازم طريقه جديده غير الجمع والطرح، طريقه بتعرف تتعامل مع الكميات اللي ما بتتعدش. وخليني اقول لك انها كتير جدا، زي لما يكون عندي الكترونات بتمشي في سلك، او المجال المغناطيسي، او حتى الاشارات اللي موجوده حوالينا زي الصوت والضوء وغيرها. عرفت بقى